السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 8/1/2026. بداية أحب أشكر جميع القائمين على العمل في عمارة بنزيون. زي ما ذكرنا سابقا، تم خلع عدادات المياه، تم خلع عدادات الكهرباء. معانا أم كريم من سكان عمارة بنزيون، راحت عمارات السلخانة اللي هي في أبو هلال في المنيا. ناس كتير كانت بتقول نفس اللي حصل في عمارات السلخانة هيحصل في عمارة بنزيون. أم كريم، انت رحت هناك صح كده؟ رحت اول امبارح يوم الاربع، رحت يوم الاربع. تمام. وسألت هناك ودخلت الشقق بأمارة بيركبوا فيها الغاز حاليا. يعني هم استلموا فعلا؟ استلموا فعلا، وفي المدة اللي حددوها لهم، وبيركبوا لهم حاليا الغاز وهم مستلمينها، وبيهدوا عمارتين ورا عشان هيجددوهم تاني. وكل من ساب كان قاعد في اوضه وحمام مشترك خد شقه خاصه بنفسه. يعني حتى اللي كان قاعد بإيواء حتى اللي هناك كان قاعد خد. في ايواء خد استلم شقه. يعني دي رسالة طمأنينة برضو لسكان عمارة بنزيون إن الناس اللي كانت قاعدة في إيواء أخدت شقق. ده اللي طمنا، وأنا بطمنهم جميع سكان عمارة بنزيون، بطمنهم تطمين كامل إن هم يطمنوا إن هم هيستلموا، عشان بتوع عمارات السلخانة استلموا كلهم. هم مفيش واحدة غابت منهم ولا واحد غاب منهم. حتى اللي كان قاعد في واقف في أوضة أخد وحمام مشترك أخد شقة كاملة خاصة بنفسه. ده في عمارات السلخانة. في عمارات السلخانة بالمنيا. يعني يا جماعة، أنا عايز أطمن الناس إن اللي حصل في عمارات السلخانة إن شاء الله هو نفس السيناريو. وفي الميعاد استلموهم، بيهدوا عماير تاني عشان يجددوها، وبيهدوا عمارتين، وبيركبوا الغاز في العماير اللي سلموها، وما دفعوش أي فلوس. ما دفعوش أي فلوس. وأي فلوس. بقول لهم أنتوا دفعتوا يا جماعة يا سكان؟ قالوا ما حدش دفع فلوس. بس واحنا نشكر الساده المسؤولين، نشكرهم، واحنا كده اطمنا. يعني دي بشرة خير. دي بشرة خير لسكان بنزيون. لسكان بنزيون ان الناس بتوع السلخانة في ابو هلال استلموا في الميعاد المحدد. في الميعاد المحدد، وبيركبوا لهم حاليا الغاز. ما كانش عندهم غاز من اساسه، هم اللي بيركبوا لهم الغاز. ما كانش فيه غاز هناك. ما كانش فيه غاز. قالوا ما كانش فيه غاز من اساسه عندنا. يعني انت رحت بنفسك؟ رحت بنفسي. ما انا مبهدله من بين الايجار. انا لحد النهارده مش لاقيه شقه. كل ما اروح اللي شقه ب 7000 8000. طب هنجيبها منين؟ رحت سالت عشان انا ملقحه بحاجتي عند ابني رميها لي في المخزن تحت. انت لغايه دلوقتي ما مش لاقيه شقه عشان مش معانا ال 7000 ان احنا نحطها. حتى الحاجه في مخزن في العماير بتاع الكفور. طب اهل مطاي الجدعان ولاد الاصول، برضو هنا احب اوصل ان احنا عايزين شقه ايجار لام كريم، بس تكون بسعر مناسب. يعني بلاش الاسعار الفلكيه اللي انتوا بتحكوا فيها. بلاش الاسعار الفلكيه اللي انتوا بتحكوا فيها. ام كريم ست بسيطه من سكان عماره بنزيون، رزقها يوم بيوم على الله. يعني عايزين اي حد جدع ابن اصول يكون عنده شقه فاضيه يتواصل معانا، او انا هكتب لكم رقم ام كريم في الكومنت، يتواصل مع ام كريم او يتواصل معانا شخصيا. شقه تكون في مكان مناسب في مطاي بسعر مناسب. بعد اذن حضراتكم بلاش الارقام الفلكيه اللي احنا بنسمعها، وبلاش حد يقول مقدم شهرين ومقدم شهر وتامين. الست دي ست بسيطه، ست غلبانه، ست رزقها يوم بيوم، فمش هتستحمل الاسعار الفلكيه اللي انتوا بتحكوا فيها. انا بتكلم مع ولاد الاصول والجدعان ولاد مطاي، اللي يحب يساعد ام كريم بشقه ايجار. احنا هندفع ثمنها، مش بنقول لله وللوطن، لا، هندفع ثمنها بس تكون بسعر معقول، بسعر مناسب، بسعر يرضي ربنا. تمام. ام كريم، انت لما رحتي السلخانه، طبعا هم عاملين محلات من تحت، عاملين محلات الدور الارضي، وحاجه نظيفه وحاجه فخمه جميله فخمه، وفي نفس الميعاد اللي حددوه. وفي نفس الميعاد، وعاملينه زي حي الاسمرات بتاع القاهره. ما شاء الله. جميل. يعني انت فرحت لما رحت؟ طبعا انا لما رحت اتبهرت بشكل العماير اصلا. ما شاء الله. يعني حاجه يعني طمنتني. لما دخلت عند السكان اصلا حاجه طمنتني اكتر. يعني حاجه فخمه. ايوه. كل اللي كان ساكن هو اللي رجع، ما فيش حد جه مستجد.
تمام. احب برضو ناكد ان جميع السكان اللي مشوا من عماره السلخانه هم اللي رجعوا. ايوه هم مفيش حد يتغير فيهم. ام عادل بيقول لك عقبالكم ان شاء الله، ويا رب ييسر يا رب. الف شكر لحضرتك يا ام عادل، وكل اللي مطلوب من حضراتكم دعوه ربنا ييسر لنا الامور، وربنا يعجل لنا ونرجع اماكننا تاني ان شاء الله. ودي رساله طمانينه برضو لسكان عماره بنزون، واطمنوا ان شاء الله خير، الايام اللي جايه كلها خير. حابه تضيفي حاجه كمان؟ لا، نشكر الساده المسؤولين انهم الف شكر يعني طبعا، الف شكر ان هم اتخذوا القرار المناسب في الوقت المناسب، خوفا بس على حياه الناس اللي ساكنه في العماره. شكرا لحضراتكم جميعا.